السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ روعة. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير وانتم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير الليمون التركي اللي تيجي رائع ومنعش ولذيذ وصحي وطبيعي في 100%، وتيعطي كميه كثيره واقتصادي، وخصوصا اننا في فصل الصيف تنحتاجو بحال هاد العصائر اللي تتكون منعشه وبارده. فقبل ما غادي ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فإلا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي فما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. فاذا بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في المكونات غادي نحتاجوا 2 لتر ديال الماء يكون بارد مزيان. عندي هنايا 2 حبات ديال الليمون يكونوا متوسطين الحجم وجامدين، مع 2 حبات كبار ديال الحامض حتى هما يكونوا جامدين. وعندي هنايا 6 معالق كبار من السكر سنيده، وهنا السكر تيبقى على حسب الذوق ديالكم. فعلى بركه الله غادي ناخذ الليمون ونبدا تنقطعو قطع صغيره. انا غادي نستعملو هو والحامض بالقشره ديالهم ما تنزولهاش، وغادي نحاول نزول منهم داك العظيمات باش ما يطلقوش ليا داك المذاق المر في العصير ديالنا. فصافي من بعد ما قطعتها غادي نوضعها في الخلاط الكهربائي، وغادي ناخذ الحامض ونقطعوه حتى هو بنفس الطريقه ونرجع معاكم. صافي من بعد ما قطعتهم غادي نضيف لهم هنايا 6 معالق كبار من السكر سنيده، وهنا السكر تيبقى على حسب الذوق ديالكم واش بغيتوه يجي حامض او لا حلو. وغادي نضيف لهم كميه من الماء، ما نكثروش الماء في هذه المرحله. القياس اللي تطحن فيه الليمون والحامض تقريبا 1 الكاس كبير ديال الماء. فغادي نخدم الخلاط ونخليهم يطحنوا مزيان. انا هنايا الخلاط ما كفانيش باش نطحن الكميه كلها، غادي نطحن النص الاول ونرجع نطحن النص الثاني. فمن بعد ما طحنوا غادي ناخذ الصفايه اللي تيكون العيون ديالها صغار على هذا الشكل هذا، وغادي نصفي فيها العصير ديالي باش نزول منه داك القشور ديال الليمون. فمن بعد ما صفيتهم تنحصل على مركز ديال الحامض والليمون على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نضيف لهم الماء اللي بقى لي، وهنا الماء تيبقى على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوا العصير يجيكم ثقيل او لا خفيف. وفي الاخير تنحصل على هاد الكميه هذه كما تتشوفوا معايا. غادي ندخل العصير ديالي للثلاجه يزيد يبرد مزيان، عاد غادي نقدمه معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، تيجي رائع ولذيذ ومنعش في هذه الحراره، وايضا صحي وطبيعي واقتصادي، وتيعطينا كميه كثيره. انايا هنايا خرج لي 3 لتر، وممكن انكم تضيفوا له اي فاكهه تتفضلوا تيجي زوين، او قدموه هكا فراه تيجي رائع بزاف بزاف ولذيذ ومنعش، فعلا تيستحق التجربه ديالكم. فتنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وتجربوها وتشاركوها مع العائله والاصدقاء ديالكم. وإلا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي فما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي، وخليوا لي لايك للفيديو باش تشجعوني على الاستمراريه، وخليوا لي تعليقاتكم. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.